السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ العامرية. اليوم جبت لكم واحد المسمنات في الفران اللي كيجيو رائعين وكيجيو كيذوبوا في الفم. كيجيو قمة في الروعة هاد المسمنات، يستحقوا التجربة. كيجيو رائعين بزاف وكيجيو لذاذين ما تشبعوش منهم. وشكرا لخوتي وخواتاتي وتحياتي لكم فين ما كنتو. شكرا لكم على الكومنتيرات ديالكم، على التشيعات ديالكم. كنشكر خوتي وخواتاتي جزيل الشكر. كيف ما قلت لكم اخوتي العزاز، هاد المسمنات كيجيو تبارك الله هشاشين، كيجيو مرملين، كيجيو بحال البتيبان، كيجيو رائعين وبحشوه اقتصاديه ولذيذه. كتجي رائعه حتى هي هاد الحشوه هادي. ندوزو نشوفوا المقادير، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج والاشتراك في القناه باش توصلوا بالجديد ديال اختكم العامريه. عندنا خوتي العزاز هنا في المقادير، عندي جوج سلايف ديال الفورص، وواحد الكاس لارب ديال الفينو، وواحد جوج معالق كبار ديال الزيت المائده، واحد المعلقه ديال العسل، ومليحه كتبقى على حسب الذوق، وواحد الخماره حمراء. صدقوني هاد المسمنات كيجيو رائعين. هاد المسمن هذا بهاد الطريقه اللي شاركت معكم كيجيو بنان بنان، ما تشبعوش منهم باللذه ديالهم والفتاوى. كيجيو كيذوبوا في الفم. صافي دابا من بعد ما درنا داك المكونات كنجمعوا ديك العجينه بالماء عادي من الروبيني، الماء بارد ماشي سخون. صافي كنستمروا هكا كنجمعوا ديك العجينه، غير كندلكوها غير دلكه خفيفه، ما كتاخذش منها مجهود كثير. صافي دابا من بعد ما جمعتها ديتها وجبتها، دابا غنجيب واحد البلاستيكه ونديرها فيها وكندهنها بشويه ديال الزيت ونديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح. عاد ندوزو نوجدو الحشوه اللي غنعمرو بها هاد المسمن. هاد المسمن راه يعجبكم بزاف. صافي من بعد ما جمعتها في البلاستيكه دابا نخليها ترتاح. هي كل ما عجنتوها عطيتوها الوقت كل ما تساعدكم في الخدمه وتجيكم مزيان. دابا صافي نخلي ديك العجينه على جنيب وغندوزو للحشوه. عندي هنايا واحد نص بصله مشلضه رقيقه، واحد 3 ديال الضريسات ديال الثومه، واحد الصدر ديال الدجاج اللي ضربته هكا في الهاشوار، ما دعقتوش بزاف، كيجي بحال مقطع رقيق هذاك الدجاج. وكنزيد هنا واحد 3 ديال المعالق ديال الزيت فاش نشحروا ديك البصيله مع داك الصدر ديال الدجاج. صافي نرجعوا المقله فوق البوطه، كنخليو ديك البصله حتى كتنزل شويه. عاد نخلطوها مع داك الصدر ديال الدجاج ونشحروها. هاد المسمن جربوه راه يعجبكم بزاف. اللذه جا لذيذ ما تشبعوش منه باللذه ديالو. من بعد ما شحرنا ديك البصيله تنزلت مزيان مع ديك الصدر ديال الدجاج مع ديك شويه ديال الثومه، كنزيد هنا واحد الفلفله حبه وحده حمراء قطعتها، عندكم يا حمراء يا خضراء اللي عندكم ديروها. وكنزيد هنا واحد جوج حبات ديال خيزو اللي ضربتهم في الحكاكه الغليظه وزدتهم حتى هما. وكنزيد هنا واحد المعلقه ديال الهريسه كبيره، وكنزيد هنا واحد المعلقه عامره صغيره ديال العطريه ديال الشاورما ديال الدجاج. وكنزيد هنا الملحه كتبقى على حسب الذوق. ديروا ديك العطريه ديال الشاورما ولا العطريه ديال الكفته ديال البقري، حتى هي كتعطي مذاق مزيان. صافي وكنزيد هنا واحد جوج كورجيطات حتى هما محكوكين. هاد الحشوه كيف ما قلت لكم اقتصاديه ولكن كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه. كنزيد هنا شويه ديال الزيتون مقطع، جد واحد 3 دراهم ولا 4 دراهم ديال الزيتون مقطع. وكنزيد هنا واحد جوج مربعات ديال الشعريه، ديك المربعات ديال الروز، جوج مربعات اللي سلقتهم وصفيتهم وقطعتهم وزدتهم. وكنزيد هنا واحد المعلقه ديال الصوجا. هذا الصوجا كتعطي واحد المذاق رائع في هاد الحشوه هذه مع ديك العطريه ديال الشاورما اللي عطاتها واحد المذاق رائع. صافي كنزيد هنا حتى كنطفي البوطه على ديك الحشوه وكنزيد المعدنوس هو التالي. هذيك الشعريه راه داك الماء اللي كتطلق الخضره، ديك الشعريه كتشرب لنا داك الماء اللي كتطلق الخضره وكتجي زوينه بزاف. صافي دابا من بعد ما طفينا البوطه على الحشوه ندوزو دابا للمسمن. المسمن راه ارتاح خد الوقت ديالو.
مع الجو بارد اخوتي العزاز، تعرفي المسمن كتبركي عليه كتولي تجمع لك بقوه البرد. صافي غنقطع هذيك العجينه كامله، نقطعهم نديرهم غير صغيرين ونغطيهم ونخليهم حتى هما يرتاحوا شويه، وعاد نوليو نرجعوهم باش نخدموهم. الحشوه هنا من بعد ما بردت كنزيد هنا واحد شويه ديال الفرماج الاحمر اللي حكيتو في حكاكه حتى هو، كنزيدو كنخليو حتى كتبرد الحشوه عاد كنزيدوه. فاش كتبرد الحشوه كتزيدو ملي كيكونوا كيطيبوا في الفران عاد كيذوب هذاك الفرماج على ديك الحشوه وكيعطيها المذاق رائع. صافي دابا من بعد ما ديك الحشوه زدنا داك الفرماج كنخليوه على جنيب. عندي هنا الزبده باش نورق وعندي الزيت باش نطلق. ضروري تكون عندكم الزبده باش تورقوا، باش كتعطي هذاك الهشاشه لهذاك المسمن، كيجي داير بحال البتيبان، كيجي خفيف ويجي بنين. صافي دابا من بعد ما ورقنا داك المسمنه مزيان تورقوها، هذيك التوريقه هي اللي كتعطيكم هذيك ديك الهشاشه مع ديك الزبده، كتجي ديك الورقه دايره بحال البتيبان. صافي كنطوي طويه عاديه هكا مربع ونحطوها على جنيب هكا في البلاطو حتى كنكملوا ديك الكميه كامله اللي عندنا. راهم ساهلين في التحضير ديالهم كيف ما قلت لكم، وكيجيو مسمن ديال تحمر الوجه، كيجي مسمن رائع. صافي دابا من بعد ما طويت هذاك المسمن كامل، دابا غنوليو عاوتاني ندوزو باش نعمروه. كنطلقوا هذيك المسمنه عاوتاني كنطلقوها مزيان نورقوها. اما نتوما الطريقه كيف ما عجبكم ديروا، الا بغيتو ديروهم على شكل باكيت ديروهم على شكل سيجار ديروهم، كيف ما بغيتو نتوما عمروه. ولكن هادو اللي شاركت معكم راه كيف ما قلت لكم كيجيو رائعين مع داك العجينه مورقه ورقيقه. صافي كنجمعوا المسمنه هكا وكنسدو هكا مع الجنيبات اللي بان شي جنيب هكا محلول تنقرصو هكا مع الجناب. صافي ونحطو في اللاطه. انا درتهم معمرين مزيان، جاو مدبزين عامرين بهاد الحشوه. راهم ساهلين. صافي وكنحطو في اللاطه كنساليو هاد المسمن كامل. اما في التورق ملي تكونوا كتورقوا غير ورقوا هاد المسمن، غير ورقوه، كل ما ورقتو كل ما يعطيكم نتيجه زوينه. انا درت معكم جوج ديال الشكالات ديال كيفاش نجمعوا المسمنه. نتوما الشكل اللي جاكم سهل ديروه. صافي دابا من بعد ما جمعت هذاك المسمن كامل كنجيب هنا واحد البيضه اللي كنزيد عليها واحد شويه ديال الصوجه وكنطربهم مزيان بيهم عند هنا داك المسمن. ديك البيضه درتها كامله بالصفر بالبيض ديالها وكنطربوها مزيان وكندهنوا داك المسمن. وكنجيب هنا واحد زيزوار وكنشرط داك المسمن كنفلحو كيف ما قلت لكم اخوتي، راه كيجي رائع هاد المسمن هذا يستحق التجربه. وكنزين هكا بشويه ديال البافو. في هاد المرحله الفران راه سخون، شعله غير من التحت، شعلته على 160 وكندخل لاطه حتى كيتنفخ هذاك المسمن مزيان، وكنولي نطفي عليه من التحت ونشعل عليه من الفوق حتى كياخذ هذا اللوين هكايا محمر. كنبقى واقفه حدا الفران باش ما يتحرق لكمش. ها نتوما الشكل ديالو كيجي رائع، كيجي محمر ومذهب على وجهه، وكيف ما قلت لكم كيجي فتي بحال البتيبان. وهذا هو الفيديو اللي شاركت معكم. السلام عليكم حتى الفيديو المقبل.